قبل ما تبداو هذاك الريجيم ما كاش كيفاش ما ديروش ابن صالاد دي بات العشاء. هاد لا صالاد بنينه يحبوها كامل في الدار، تقدروا تقدموها ميم كطبق، خاطش جايه متكامله، فيها الدجاج فيها الخضره، بنينه بزاف، سهله مهله وبنتها كالعاده. لها بنت الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها، السلام عليكم، هنا حكمت نص صدر تاع الدجاج، تقدروا ديروا صدر كامل، نجي نقطعوه شرائح بهذه الطريقه. بعدها نجي نحطوه في ريسيبيون ونديروا لا مارينا، نديروا له الملح في الكحل بلا ما نساو شويه تاع زيت زيتون، شويه تاع لا موتار، درت هنايا توم بودره، بصل بودره، شويه توابل الشواء وشويه تاع البابريكا، ونخلطوا كلش. توابل الشواء تقدروا تستغنوا عليهم، تعوضوهم توابل الدجاج. الحاجه الاولى نبدا نطيب في لي بات، ونستخدم كالعاده ذات الجوده العاليه تاع عمور اللي مخدومه بقمح 100% جزائري، وما يتعجنوش معاكم كامل بعد ما يطيبوا. انا استخدمت 3 غصات، كنت ملحت الماء اللي حنطيب فيه لي بات وحطيتهم يطيبوا. هنا راح نحكم الطاجين تاعي اللي مدارين نشوي فيه، حطيته فوق النار، درت هذوك الشرائح تاع الدجاج بهذه الطريقه، نخليهم يتحمروا من لي دو كوتي ويطيبوا مليح باش نحيهم. هنا نروح نحي كيف هذوك لي بات بعد ما يكونوا طابوا. وفي نفس هذاك الطاجين الصغير اللي شويت فيه الدجاج، ندير فيه شويه تاع الزيت، حطيت فيه حبه تاع فلفل احمر مقطعه بهذه الطريقه، حبه تاع فلفل خضر، شويه تاع المايز، كنت ملحتهم ودرت لهم شويه تاع لاصوص اللي تلقاها الدجاج، ونخليهم يطيبوا حتى وين يدبالوا. بالنسبه لاصوص فينيغرات اللي حنديرها اللي تجي بزاف بنينه، درت هنايا كيله تاع زيت زيتون، نص كيله تاع الخل التفاح، ودرت معها 4 كيلات تاع الماء، مغرف كبيره تاع ياوت ناتور، مغرف كبيره تاع المايونيز، مغرف صغيره تاع لا موتارد، درت معاهم نص حبه فلفل اللي كنت شويتها ونقيتها، ودرت معاهم نص مغرف صغيره تاع فلفل الاحمر الحار. وما تنساوش الملح، تخلطوا كلش بكاش ميني بلاندور بهذه الطريقه ولا بالميكسور. هنا حطيت لي بات تاعي، زدت معاهم 2 حبات تاع زروديه اللي كنت غليتهم وقطعتهم بهذه الطريقه، الدجاج، الزيتون، شويه تاع كرويال مقطع هكذاك في الرقيق، درت سوريس طوماط، الزيتون المشوي نحبو بزاف، درت هذاك الفلفل اللي كنا حمرناه مليح مع هذاك المايز، لاصوص، شويه تاع المعدنوس مقطع، وتقدموها بهذه الطريقه. ديروا لاصوص كيما حبيتو، انا كنت خليت شويه منها باش اللي يحب يزيد وبصحتكم.